باختصار بيقدر يغير الاي بي بتاع جهازك ويبين اكنك فاتح من دوله تانية. بيقدر يمسح ملفات اي برنامج انت بتمسحه من جذورها، تعرض كل قياسات جهازك وانت بتلعب. عملت فيديو قبل كده بتكلم فيه عن اهم 5 برامج مجانيه هتحتاجها لجهازك، ولاحظت ان في ناس كتير عجبها الفيديو، فان شاء الله ده هيكون الجزء الثاني منه. انزل اعمل لايك وسبسكرايب قبل ما نبدا كده، عشان عايزين باذن الله نقفل 50,000 مشترك قبل اخر السنه. ولو عندك برامج تانية شايف ان هي تستاهل نتكلم عليها في السلسله دي، قول لي عليها في الكومنتات تحت وان شاء الله هنحطها في الفيديو الجاي. يلا بقى بينا نبدا على طول. اكيد شفت المنظر ده قبل كده وكنت عايز تعرف بيتعمل ازاي. برنامج MSI افتر بيرنر بتقدر من خلاله تعرض كل قياسات جهازك وانت بتلعب، سواء بقى حراره او استهلاك القطع وغيره. وكمان البرنامج ده تقدر تعمل منه كسر سرعه لكارت الشاشه بتاعك، وكنت عامل فيديو تفصيلي عن الموضوع ده، سواء عندك كارت انفيديا او AMD هسيبه لك يظهر دلوقتي هنا او هنا. بعد ما تنزل البرنامج وتثبته هتكون دي ايقونته، هتفتحه كده. واجهه البرنامج معاك هتختلف عن الواجهه دي، يعني الواجهه دي انت شكلها ممكن تغيره، ولكن دي مش تهمنا في حاجه. يعني انت هتخش على الاعدادات، هيكون ظاهر قدامك ترس اعدادات في اي حته في الشاشه، هتدوس عليه وبعد كده هتيجي على مونيتورنج، وهنا بيظهر قدامك كل الخانات او كل الحاجات اللي انت بتبقى محتاجه تظهر وانت اثناء ما انت مشغل اللعبه، مثلا درجه حراره الكارت واستهلاك الكارت وغيره. طبعا انت لو نزلت تحت هتلاقي عندك كل حاجه، هتكون ظاهره قدامك الجزئيه اللي انت عايز تظهرها دي، مش هيكون جنبها علامه الصح، انت بس هتحط جنبها علامه الصح كده، وهتتاكد ان الخانه دي متفعله، وهتفعل الخانه اللي تحت دي وهتكتب فيها اسم الحاجه او الكلمه اللي هتبقى ظاهره جنب المقياس اللي ظهر عندك. الجزء الاولاني اللي فوق ده بيعمل لك جروب، يعني مثلا انت لو عندك مثلا مقاييس كارت الشاشه كلها تبقى تحت جروب اسمه GPU وهكذا، بس دي مش لازم تفعلها يعني. وبس بعد ما عملت كده هتخش على اون سكرين ديسبلاي دي وهتدوس مور هنا بس علشان يظهر لك اعدادات البرنامج اللي هو بيطلع لك الرسومات قدامك. هتتاكد ان الخانه دي متفعله اون، وهنا بقى بيظهر لك شكل القرايات هتبقى ظاهره قدامك ازاي، ممكن تكبرها او تصغرها، وفي حبه اعدادات تانية ممكن تغير فيها حاجات، بس يعني هي كده ايه بالنسبه لنا مناسبه. ودلوقتي بمجرد ما هتشغل اللعبه هيظهر قدامك كل القرايات زي ما انت شفت في الاول. لو بس الموضوع ما ظبطش معاك فحاول تدوس على مور وتسيب البرنامج ده ظاهر قدامك كده على الشاشه وانت فاتح اللعبه، وطبعا ما تقفلش MSI افتر بيرن. تعالى كده نجرب اي لعبه نشوف الموضوع هيظبط معانا ولا لا. زي ما انت شايف دلوقتي انا فتحت انشارتد، هو مش لازم نخش جوه اللعبه يعني، بس ظاهر قدامك دلوقتي القرايات كلها ظاهره قدامك مظبوطه. ولو في بقى عايزين فيديو مخصوص للموضوع بتاع القرايات بتاعت MSI افتر بيرنر ده، قول لي في الكومنتات تحت وانا هعمل فيديو كامل بتكلم فيه بالتفصيل عن القرايات دي وازاي تظهرها ومعنى كل واحده فيها. ازاي تعمل سكرين ريكورد على الجهاز؟ بمعنى انك تسجل فيديو للشاشه بتاعت الكمبيوتر. تسجيل الشاشه اللي انت بتشوفه خلال ما انا بشرح ده من برنامج اسمه OBS، وده احسن برنامج ممكن تستخدمه في تسجيل الشاشه او عمل ستريمنج بشكل عام. OBS برنامج خفيف جدا وما بياخدش اي موارد من الجهاز اثناء التسجيل زي ما انت شايف، وده بيخلي الجهاز ما يبطأش معاك وانت بتعمل ستريم او بتسجل. بعد ما تنزل OBS وتثبته عادي زي اي برنامج هيكون ده شكل ايقونته. بعد ما تفتحه هو دلوقتي بيقول لك انت مشغل اصلا البرنامج، لان انا اصلا بسجل الشاشه دلوقتي قدامك بيه. طيب انا مش هفتحه تاني، انا هوري لك بس منظر البرنامج قدامك عامل ازاي. ده كده شكل البرنامج زي ما انت شايف، دي واجهته، ودلوقتي هو بيسجل قدامك الصوت اهو والسكرين اللي انا فاتحها. هو باختصار خالص وانت بتسطب البرنامج بيسالك هل انت عايز البرنامج هتستخدمه في الستريمنج ولا هتستخدمه في السكرين ريكوردنج زي ما انا بعمل كده. ده خيار انت لما بتختاره هو بيظبط لك الاعدادات بتاعه البرنامج بقدر المستطاع على ان هو يكون مناسب لاستخدامك. طبعا انا يعني مظبط الاعدادات بحيث ان هو يكون مناسب للسكرين ريكوردنج اللي انا بعمله دلوقتي، لان انا مش بعمل ستريم اصلا. فانت لو محتاج البرنامج للسكرين ريكوردنج باختصار وانت بتثبته هتختار ان انت يظبط لك الاعدادات على السكرين ريكوردنج. وباختصار خالص كل اللي محتاج تعمله لما تيجي تبدا تسجيل، انت بيكون عندك هنا ستارت ريكوردنج، تمام، بتدوس عليها البرنامج بيبدا التسجيل. طبعا عندك بقى بيكون ظاهر قدامك مصادر الصوت اللي يعني المايكات مثلا، يعني دلوقتي مثلا هو ظاهر المايك اللي بيلقط الصوت. يكون عندك السورس هنا او السكرين اللي انت بتسجلها. انا عامل الديسبلاي كابشر، يعني هو دلوقتي بيسجل الشاشه كامله. ممكن هنا تضيف اي نوع من انواع السكرينز وتخليه مثلا يكابشر مثلا برنامج معين، ويندو معينه، لعبه معينه وهكذا. لو عندك مثلا اكتر من شاشه ممكن تختار شاشه معينه وهكذا. ونفس الكلام على فكره في الصوت، تقدر تعدله وتظبطه وتختار وتحدد السورس اللي انت عايز الصوت يتسجل منها. كمان عندك اعدادات تانية كتير بقى في كل تفصيله في البرنامج، سواء في الستريمنج في الفيديو ريكورد. تقدر تغير كل الاعدادات زي ما انت شايف، يعني تقدر تغير البيت ريت، تقدر تغير الاوديو بيت ريت، تقدر تغير الانكودر، تقدر تغير الفورمات بتاع الفيديو، تقدر تغير الريزوليوشن، تقدر تغير المكان اللي بتسجل فيه، تقدر تغير كل حاجه. ده غير بقى طبعا الشغل بتاع الستريمنج اصلا. لو عايزين فيديو كامل عن الموضوع ده، لان البرنامج ده فيه تفاصيل كتير قوي، فلو عايز فيديو كامل تفهم فيه ازاي تعمل سكرين ريكورد وستريمنج من OBS، قول لي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله لو لقيت فيه كومنتات كتير عن الموضوع ده هعمل عنه فيديو. المهم بس انت بعد ما تخلص ريكورد بتدوس ستوب ريكوردنج، عشان لو قفلت البرنامج وهو بيريكورد ممكن الريكورد ما يتسيفش. كي لايت او كلاسيك ميديا بلاير هو اخف برنامج لتشغيل الميديا او الفيديوهات عندك على الجهاز، والبرنامج ده انا حطيته في الفيديو علشان في ناس كتير قوي بتستخدم البرنامج الديفولت اللي بيجي مع الويندوز، وبصراحه البرنامج اللي بيجي مع الويندوز ده
اسوأ ما يكون. الكي لايت ده بيقدر يشغل كل صيغ الفيديو بلا استثناء، وده طبعا هيحل مشكله انك ساعات بتيجي تشغل فيديو او فيلم وبتلاقيه مش راضي يشتغل بسبب ان البرنامج اللي انت بتشغل من خلاله مش بيكون داعم الصيغه بتاعت الفيديو ده. كمان البرنامج ده فيه مميزات كتير قوي، تقدر تعمل اي حاجه في الفيديو اثناء ما انت بتتفرج، ده غير انه خفيف جدا وبيشتغل وبيحمل بسرعه، يعني بيرندر فيديوهات وانت بتتفرج على طول من غير ما يعلق او يهنج او اي حاجه تانية. كلاسيك ميديا بلاير او ميديا بلاير كلاسيك او كيلايت هو ده اكتر برنامج فيديوهات، انت يعني ده اريح برنامج ممكن تستخدمه في حياتك. انت لو فتحت البرنامج ذات نفسه هو مش هيظهر لك حاجه، يعني انت لازم بتكون بتشغل فيديو من البرنامج علشان تقدر تشوف البرنامج بيعمل ايه. ببساطه خالص هتيجي على الفيديو اللي انت عايز تشغله لو انت لسه منزل برنامج، وهتدوس على اوبن ويز، وبعد كده هتنزل تدوس تشوز انذر اب، او لو لقيته عندك هتفتحه منه على طول اللي هو اسمه ام بي سي اتش سي 64 او على حسب النسخه بتاعت الويندوز بتاعك. هتدوس هنا تشوز انذر اب وبعد كده تختار البرنامج ده وتدوس اولويز علشان هو دايما يستخدم البرنامج ده، او البرنامج ده يبقى الديفولت بتاع تشغيل الفيديوهات على الجهاز بتاعك. الفيديو فتح زي ما انت شايف كده دلوقتي، هو ميديا بلاير عادي، هو ما فيهوش يعني حوارات كتير، بس في كل المميزات اللي انت ممكن تحتاجها. يعني دلوقتي عندك التايم لاين موجود تحت، تختار اي جزء في الفيديو عادي تمشي زي ما انت شايف، يعني زي اي برنامج عادي خالص، وتسرع وترجع لورا والكلام ده كله، وموجود عندك الصوت. ولكن الفكره كلها ان انت عندك موجود هنا ان انت تقدر تخش على السيتنجز بتاعه البرنامج. هي فين اهو؟ بتدوس على فيو بعد كده تنزل لاوبشنز، وحرفيا تقدر تعدل كل كبيره وصغيره في الفيديو اللي انت مشغله في اعدادات البرنامج. يعني تقدر تغير اي حاجه، تغير مثلا الاكستنشنز اللي البرنامج بيشغلها، الصيغه بتاعه الفيديوهات. عندك هنا اختصارات ل 100,000 حاجه البرنامج ممكن تعملها في الفيديو وانت بتتفرج. حتى اللوجو بتاع الواجهه والبرنامج بيشتغل. تقدر تظبط في اعدادات الصوت براحتك، يعني لو مثلا الصوت مش اعلى حاجه وانت مش عارف تسمع حتى الفيديو على اخر اعلى صوت، ممكن تعلي من البوست اللي هنا ده تزود الصوت زياده. فموجود عندك يعني كل الاختصارات اللي بص، يعني ممكن تعمل زوم في الفيديو يا عم، يعني انا مش عارف مين اللي ممكن يستخدم حاجه زي دي، بس هي موجوده فاهم. بتدوس على رقم 9 بيعمل زوم، بتدوس على رقم 1 بيعمل زوم اوت، ولو دوست على رقم 5 بيرجع الدنيا زي ما هي. وكمان برضو حاجه مهمه قوي، انا كنت منزل البرنامج ده زمان قوي عشانها اصلا، ان انت لو بتتفرج على فيلم فتقدر تحمل السبتايتلز بتاعته وتضيفها في الفيديو، او تحمل السبتايتلز من جوه البرنامج ذات نفسه. يعني بتدوس هنا كده على فايل وبعد كده بتنزل على سبتايتلز، لود سبتايتل لو عندك انت اصلا منزل السبتايتلز بتاعت البرنامج الفيديو، الترجمه يعني بتاعت الفيلم او كده، او داونلود سبتايتلز. هو هنا بيبدا يدور لك على النت على سبتايتل، لو ده فيلم بيكون متسجل باسمه هنا، فهو بيدور لك على السبتايتل بتاعت الفيلم ده، وبيظهر لك هنا في اللانجوج مثلا انت عايز ترجمه العربي او كده بتظهر لك. فبصراحه يعني مريح، برنامج مريح فاهم. والفكره ان هو خفيف، يعني هو مش بيسحب من موارد الجهاز ولا بيبقى بيعلق او شغال او كده. اكيد حاولت تفتح قبل كده موقع معين مثلا وما رضاش يفتح معاك، او تلعب مع اصحابك ومش عارف تدخل معاهم السيشن، وده بيحصل بسبب المكان او الدوله اللي انت فيها بيحظر استخدام الموقع ده او الخدمه دي مثلا. وهنا بيجي دور الفي بي ان، او اختصار لكلمه فيرتشوال برايفت نتورك، او باختصار بيقدر يغير الاي بي بتاع جهازك ويبين اكنك فاتح من دوله ثانيه. وده كمان بيوفر لك حمايه اثناء ما انت بتستخدم انترنت، لان ده بيخلي صعب قوي ان حد يقدر يتتبع استخدامك. والمشكله بقى ان تقريبا كل برامج الفي بي ان بفلوس، ولكن بروتون في بي ان في منه نسخه مجانيه تقدر تستخدمها. تعال بقى نشوف ازاي ممكن تستخدمه. بعد ما تنزل بروتون في بي ان وتثبته، هيكون ده الشكل بتاعه. بيطلب منك ان انت تعمل اكونت بس اول مره بتفتحه، بس بعد ما تعمل اكونت يعني بيفتح لك صفحه بتعمل اكونت وبعد كده بيشتغل معاك عادي. طيب دي واجهه النسخه الفري من البرنامج بعد ما هتفتح. باختصار زي ما انا قلت لك، هو مش بيدي لك كل المميزات طبعا لان دي نسخه الفري، ولكن بيدي لك 3 دول في اماكن مختلفه في العالم ممكن تشتغل عليها، موجوده عندك في اوروبا وفي امريكا وفي اسيا. فانت يعني غالبا انت مش هتحتاج اكتر من كده اصلا. طبعا مميزات الدول الثانيه ان ساعات البنج بيبقى اقل، او انت عايز تفتح من مكان محدد او كده. كل اللي انت عليك بس تعمله انت تختار مثلا المكان اللي انت عايز تشغل منه الفي بي ان، وبتدوس كونكت وهو بيبدا يحمل لوحده، وبعد كده بيقول لك بعد كده كونكتد، يعني هو بعد كده بيكون هو ظابط. ولكن انا زي ما قلت لك في اماكن كتير مش بيشتغل فيها. انا هنا في المكان اللي انا فيه ده الفي بي ان مش بيرضى يشتغل، الفي بي ان واقف. السنترال، المنطقه اللي السنترال بتاعي مسؤول عنها كلها، الفي ان مش بيشتغل. يعني انا حاولت قبل كده، فانا عارف اللي هيحصل، بس انا بقول لك ممكن في ناس انا اعرفهم بيشتغل عندهم وفي ناس لا. فانت يعني انت تجرب فاهم. انا حتى جربت اشتري في بي انات مدفوعه ما رضتش تشتغل فاهمني. ولكن انا لقيت حل للموضوع ده. يعني لو انت محتاجه ضروري فممكن تفتح داتا من على الموبايل وتفتح لنفسك هوت سبوت، وساعتها الفي بي ان على الجهاز هيشتغل طالما انت مش موصل من الراوتر. يعني في مشكله بقى رخمه جدا، ان انت غالبا لو في مصر فمش هتقدر تستخدم الفي بي ان ده او اي في بي ان تاني، وهيكون عندك مشكله. يعني اللي انا لاحظته ان في مناطق كتير البرامج بتاعت الفي بي ان مش بتشتغل فيها، وده غالبا بيكون حاجه بسبب السنترال، وانا يعني مش فاهم ايه السبب بالظبط. بس يعني لو ما اشتغلش اعرف ان المشكله مش من جهازك. كل مره بتعمل انستول لبرنامج او بتمسحه بيتبقى منه شويه ملفات عندك على الجهاز، ودي طبعا بتاخد من مساحه الجهاز وبتقله كمان. يور ان انستولر بيقدر يمسح ملفات اي برنامج انت بتمسحه من جذورها، ولكن المشكله الوحيده ان هو بيديلك فتره تجريبيه، والمفروض بعد كده ان انت تشترك. ولكن يعني الاكواد بتاعته موجوده على النت
عادي، انا حتى مش لاقي لهم موقع مثلا انت تقدر تشترك منه او كده، ولكن السيريالات بتاعته موجوده على الانترنت فممكن تدور عليه. ده بقى حرفيا كنز. يعني انا البرنامج ده انا عرفته مثلا في 2013 تقريبا، كان اخويا هو اللي منزله على الجهاز. البرنامج ده بقى حرفيا جامد قوي. يعني هو البرنامج ده بيمسح لك اي برنامج موجود عندك على الجهاز من جذوره من اعماقه. انا البرنامج ده عرفته في 2014 تقريبا، ومن ساعتها بقيت اي جهاز بستخدمه لازم يكون عليه البرنامج ده. بحس ان في حاجه غلط اصلا ان البرنامج مش عندي. انت بعد ما بتفتحه بتكون دي واجهته. هو باختصار بيطلع لك كل البرامج اللي متثبته عندك على الجهاز. طبعا زي ما قلت لك هو بيكون محتاج سيريال. يعني هو في الاول بيكون فري بس بعد كده بيحتاج سيريال. وانا تقريبا البرنامج ده ما عادش بيتباع تقريبا. انا دورت تقريبا ما عادش بيتباع، ولكن هتلاقي السيريالات بتاعته موجوده على الانترنت. انت كل اللي بتعمله ان انت مثلا اي برنامج محتاج تمسحه، مثلا ده مثلا، تمام، بتدوس عليه كده مرتين، بعد كده بيقول لك الطريقه اللي انت عايز تمسحه بيها. انت تختار، يعني عموما اختار السوبر مود دي اللي هو بيمسح كل حاجه لها علاقه بالبرنامج. بعد كده بتدوس نيكست. هو بيقعد يحمل شويه، وهيقعد يحمل حبه حلوين عشان يمسح لك كل ملفات البرنامج ده من على الجهاز. زي ما انت شايف هو يقعد يمسح، وبعد كده بيخلص وخلاص، بيديلك فينش وخلاص. البرامج دي كلها انا بستخدمها بشكل شخصي ومن فتره طويله، وكلها هتلاقيني سايب لك مواقع التحميل الرسميه بتاعتها تحت في الديسكربشن، ما عدا بروتون في بي ان علشان الموقع الرسمي بتاعهم محظور هنا في مصر اصلا مش بيشتغل. فسايب لك لينك من موقع تكسبوت، وده موقع بيحمل منه برامج مشهور يعني ما تخافش منه. لو عندك بقى اي اقتراحات لبرامج تانية نتكلم عليها بعد كده قول لي. ان شاء الله في فيديو اسئله الاسبوع الجاي، وهنزل بوست على الكوميونتي عندي على القناه علشان اخد الاسئله اللي هتكلم عنها. فلو عندك اي اسئله اشترك علشان يظهر قدامك البوست وتقدر تكتب لي السؤال فيه. ولو ما شفتش الجزء الاول من الفيديو ده ارجع شوفه علشان في برامج مهمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله. كان معاكم يوسف، اشوف الشوق على خير، مع السلامه.